فواحد المادة كنا كندوزو فيها الامتحان الوطني الإخوان، مادة هي نجيكم من الآخر مادة الفيزياء يلاه في الثانية باك. عموما كنت أنا جالس في هاد الصف هذا تقريبا في واحد المدرسة في واحد المدينة، المهم اللي متبعيني راه عارفوا المدينة اللي كنسكن فيها واللي دوزت فيها الامتحان، ما علينا. كان أيضا تلميذ آخر جالس في هاد الصف هذا بالضبط في هاد البلاصة في الطاولة في هاد. عموما الإخوان ايماجين مع بدا الامتحان ديال الفيزيك، وكما كتعرفوا الوطني ديال الفيزياء فيه 3 سوايع، هو أول وطني كندوزوه. مع بدا الإخوان هاد التلميذ هذا جبد الوراق من جيبو، وانا ما فهمتش اصلا شنو غادي نقول بدوك الاوراق في ماده الفيزياء. والعلميين سواء اس في تي فيزيك سيونس مات الى اخره يكونوا عارفين بانك ما تقدرش تنقل بالاوراق في الماده ديال الفيزياء. مي المهم ما علينا، هاد التلميذ هذا مباشره جبد الوريق. عرفتوا شنو هي الصدفه؟ هو انه يلاه دازت تقريبا 5 دقائق باش تفرقوا الاوراق. وعرفتوا شنو هي الصدفه الاكبر؟ معاه هو جبد دوك الوريقات من جيبو باش غير نقول دخل المدير ديال هذيك المؤسسه. وطبعا المدير فاش كيكون شي امتحان ديال الباك راه كيولي رئيس مركز الامتحان، عاد دخل مع شافو مشى عنده ديريكت خدا ليه الوريقات حطهم الاساتذه المراقبين، تقرير حالة غش، ما بقاش رجع حتى ماده اخرى، يعني مشى ليه العام كامل. هاد القصه الاخوه القصيره اللي اقسم بالله الا راني عشتها وما تنساتش ليا، واخا انا عشتها تقريبا ما عقلتش واش 2019 2020 بالضبط. لكن هاد القصه الاخوان هي اللي غنفتتحوا في هذا الفيديو، لانني جبت لكم اليوم 5 ديال اللعيبات مدمره خاطئه كديروها في الامتحان، سواء ديال الاولى باك سواء الثانيه باك اللي كتخرج عليكم. بحال مثلا هاد الولد هذا ابار انا النقله ما خصهاش تكون، ولكن كيفاش انه باغي ينقل بوريقات في الفيزيك في الوطني ما يمكنش، كيفاش انه مع تحط الوطني بدا كيجبد في الوراق. يعني المهم الا كان تابعك الامتحان قرب هاد الايامات الله يوفقكم، خذ ورقه وستيلو كتب هاد النصائح وحاول تطبقهم لانهم مهمين بزاف. والا كان مازال عندك الاولى باك العام الجاي ولا حتى العام الجاي هذاك الثانيه باك ولا من بعد، دير هاد الفيديو حفظ ولا خذ هاد النصائح هادو وعقل عليهم. الخطا الاول الاخوه اللي كديروه واللي كيديروا بزاف ديال التلاميذ هو ان بنادم كيخلي التوتر كيغلبو، يعني غير كتحط الورقه كيتبلوكا ليه دماغه وكينسى كلشي. وهذا الخطا ما تشوفوش خطا بسيط، راه كيوقع بزاف وكيدمرهم واخا كيكونوا مراجعين. شنو هو الحل؟ شوف، فاش تاخذ الورقه غمض عينيك، خذ واحد النفس عميق وقول بسم الله، عاد ابدا بالاسئله السهله اللي عارفه باش ترجع الثقه لراسك بلا توتر. الخطا الثاني الاخوه اللي كيديروه بزاف هو المغامره بالنقيل. هذا العام خصوصا ابار انا النقله ديما ما خصهاش تكون حرام وكذا عموما، ولكن هذا العام بالخصوص راه المراقبه مزيره بزاف. وهذه المغامره ديال انك تحاول تغش او كذا راه تقدر تكلفك اقصاء من الامتحان وحرمان السنوات وضياع المستقبل بسبب واحد اللقطه ديال ثواني. دونك ثق في راسك، دير مجهودك والاجابه دراعك مزيانه مرحبا بها. الخطا الثالث الاخوه اللي كيديروا بزاف هو سوء اداره الوقت. كتضيع ساعه في سؤال واحد. شوف، ما عمرك تبدا بالسؤال الصعيب. ما عرفتش علاش بزاف التلاميذ كيقول لهم راسهم شوف سير للسؤال الصعيب وعاد خلي السهل هو الاخر. لا 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 لا، القاعده الذهبيه كتقول شوف، قرا الامتحان بعدا كامل، قرا الاسئله كلهم في 5 دقائق الاولى، ومن بعد جاوب على الاسئله المضمونه السهله وخلي الصعيبه هي الاخرى. ثم الخطا الرابع الاخوه اللي كيوقعوا فيه بزاف وفي الفيزيك في الفلسفه في الاجتماعيات في كل شيء تقريبا في المات الى اخره، هو عدم قراءه السؤال حتى الاخر وما كتسطرش على الكلمات المفتاحيه. يعني داكشي اللي طالبين منك هما في السؤال، ما تبقاش تزرب وتقرا غير البدي ديال السؤال وتمشي تجاوب. لا، بزاف ديال الاسئله كتكون مركبه بحال حلل ثم استنتج، قارن ثم فسر الى اخره، بين ان ثم كذا. دونك حاول انك تقرا السؤال مزيان وجاوب في الوسخ على كل شق من داك السؤال. ثم الخطا الخامس والاخير هو الاخوان بزاف 90% تقريبا ديال التلاميذ ان فوا كيكمل الاسئله اللي هو عارف يجاوب عليهم كيحط الورقه وكينوض يخرج، كيهرب الهروب السريع بلا مراجعه ديال الاجوبه. هذا خطا الاخوه تو مدمر. وشوف ان فوا كيخرج على الباب ديال المدرسه كيقول لك واه كان خصني ندير هكا، واه انا راه كان خصني، وانا عارف هاد اللعيبه وعارف خويا خويا اختي. المهم نتوما بحال الدراري ما علينا. شوف، فاش تجاوب على الاسئله دائما خصص اخر 15 دقيقه ولا 10 ديال الدقائق، حاول انك تكون سطرة دقه دقه وتاكد من الارقام ديال يعني الاجوبه. واش السؤال واحد نيت، راه بعض المرات كتغلط في الترتيب ديال الاجوبه ديالك، كتبدل رقم 1 مع 3 كذا مشى لك كلشي. صحح الاخطاء الاملائيه، صحح الحساب، عاود تاكد مثلا في المات وفيزيك تاكد من يعني عاود حسب وشوف واش النتيجه تخرج لك هي هذيك. راه هاد الدقائق الاخرى تقدر فريمون شوف بالتجريب ماشي معايا بزاف الناس تقدر تنقذك من الكارثه. ثم اخر حاجه الاخوان، لو وصلتي لهنا راه انجاز، وهذا دليل على حاجه واحده، هو انك فعلا باغي تكون انسان ناجح سواء دابا في هذا الامتحان سواء في الامتحانات المقبله ديالك. برافو لك والله العظيم، افتخر براسك صديقي ولا اختي. دونك الاخوان حاولوا ما امكن ما تخلوش المجهود ديالكم يذهب اخطاء تافهه، ركزوا دير اللي عليك، توكل على الله، بارطاجي الفيديو مع اصحابك اللي ما باغيمش يطيحوا في هذه الاخطاء، وبالتوفيق لك بطل.